أصل بالحقيقة أبناء الكافر الطليقة ما لوث سيف بيه من أصغر جندي للخليفة أحفاد الفتنة والسقيفة ملعون وناصبين ملعون وناصبين. بص يا مولانا، احنا انا وانت واللي هناك جنبك ده اسمنا عوام المسلمين، اللي هو ناس عادية خالص يعني. انما في ناس تانية تقدمت خطوة كده للامام وقالت لك لا والله احنا النخبة والمفكرين والدعاة المصلحين بدل اللي اتسجنوا. طب ماشي يا عم، كتر خيركم والله، خليكوا هنا بقى يا نخبتنا الجميلة اللي مشرفانا انتوا، وتعالوا احنا نرجع للمقطع ده تاني واللي غالبا مر عليكم زي ما وصلني وبقى مغرق السوشيال ميديا. ولكن المشكلة بالنسبة لي انا بقى تكمن في السؤال التالي: هل مقطع السب والطعن واللعن ده وصلك من صفحات شيعية مثلا، ولا وانت طالع من الحوزة بعد ما خلصت ادهولك يعني على سيديهاية؟ وهتطلع الإجابة طبعا لا، لأننا ما نعرفش طريقهم فين أساسا ولا بيظهروا لنا على الصفحات. طب تعرف مين بقى اللي تطوع ونشر لنا هذه البذاءة والانحطاط بين أهل السنة؟ هي النخبة السنية الجميلة بتاعتنا. حمل وشير يا وانظروا يا عوام، انظروا بيقولوا ايه على امهات المؤمنين والصحابة الكرام. والله، واحكم انت على كلامي. حاول تفتكر كده شفته فين وعند مين هيطلعوا هم، مع ان المثل الشهير بيقول لك ما شتمك الا اللي بلغك. يعني انت بقى مولانا عاوزنا نسيب المجرم اللي شتم ونروح نمسك في الناس الطيبين اللي حذرونا منه، صح؟ لا، انا عايز اقول لك ان الاغنية فعلا حلوة. ايه انت بتقول ايه؟ انت جرالك حاجة في مخك ولا ايه؟ لا لا لا، ما جراش. هي الاغنية من الناحية الفنية حلوة وتعلق في الودان على طول بلحنها الثوري الملحمي ده. الكلام اللي اتقال جواها بقى كونه كفر ولا زندقة او ردة ولا ضلال، فدي سكة تانية خالص، سكة شرعية. هتحط لي الفيديو وتكتب لي تحت منه سطرين عن حكم هذا الكلام وتسيبنا انا وبقية عامة المسلمين مع اللحن والترديد اللي في الودان. انت اذيتني يا عم نخبة وما نورتنيش، اقسم بالله. لو تعرف انت سحر الدراما والألحان في نفوس الناس ما تجرأت أبدا انك تروح تجيب الفاجر ده وتقدمه بإيدك للناس علشان تبين مدى خطر الشيعة على السنة وأهلها. الله، طب ما انت زيك زيهم بقى كده يا مولانا، واديك نشرته برضه وسمعته لنا يا عم العوام. يعني من أول الحلقة كده ما خدتش بالك انت من الحلاقة ولا الطقم الأسود ولا الكوفية ولا حتى الورق اللي على المكتب؟ أيوة، يعني دول هتعمل بيهم ايه برضه؟ مش فاهم. دول هنصلح بيهم اللي خربوه يا جميل الملامح. ايوه، اللي هو ازاي يعني؟ واتش مي. من أصغر جندي للخليفة من أهل السنة ليك يا ليفة. مش كل رويبض الوظيفة بالكذب وبروايات ضعيفة مع لطم ولسوعات عنيفة. لب قلبي عيد غبيب ونواصب من يا نص جيفة. احنا الأنصار من السقيفة منهاجر درهمي وقطيفة أحفاد الطاهرة العفيفة بنص القرآن ولو تضيفة على سنة خير نبي. يطلع لك منهج الحقيقة من درب محمد وطريق من قدس زوجه فريقا أم آذى أهله صديق عايش في الفتنة العتيقة ويقول لك شيعتي علي وعلي نفسه لو يشوفك ليشل لسانك وحروفك طعن وكلابنا تعوفك ملعون أسبابك وظروفك فانت وأوراقك وكشوفك ما بتسوى نعل صبي. هو ده بقى حضرتك الرد اللي ينفع، مش تكتب لي كلمتين محدش يشوفهم غير اصحابك وتقول لي شوف واسمع. يا اخي الواحد حب الموضوع وعايزين نوقف الحلقات ونقلبها قناة اناشيد، ايه رأيك؟ ومن مش الى ليفا فنسيبهم في هذه المنافسة الغير شريفة ونطير احنا بقى الى سوريا عشان الاخبار اللي جاية منها تشفي الصدر كده وتطيب الخاطر. فيلا بينا على الحكاية. طب يلا بينا.
في يوم 16 ابريل من سنة 2013 وفي احد احياء جنوب العاصمة السورية دمشق كان الفرع 227 اللي هو فرع دمشق التابع لمديرية المخابرات العسكرية بالقوات المسلحة السورية نازلين كده في مهمة الى هذا الحي الشعبي حي التضامن والملاصق تماما لحي اليرموك الشهير اللي عايشين فيه هناك اللاجئين الفلسطينيين. نزلت القوة وتمركزت في محيط مسجد عثمان هناك وبس يا عمنا صورة معتمة تماما محدش يعرف ايه اللي بيحصل جواه. ومع خروج المجرمين من الحي تنور الصورة تاني ولكن مفيش اي شهادة او حكاية ممكن تسمعها علشان مفيش كائن حي اصلا ينفع يتواجد في اي حي هم فيه. وحتى الان الحكاية تبدو من بره احدى موجات مثلا التصفية اللي بيعملها الجيش السوري او اعتقالات بقى او اي اسلوب من الاساليب الاجرامية اللي كلنا عارفينها. وسنة 2019 مجند جديد يدخل الخدمة عند الاسد والواد ليه في الالكترونيات يعني والشغل ده، فالشاب ده راح له لابتوب بايظ عاوز يتصلح، فبدافع الفضول كده وبعد ما صلحه وشغله بقى عليه مقاطع اعدام جماعي وتصفيات ميدانية مرعبة. فتواصل مع ناشطة سورية اسمها انصار شحوم ومعاها بروفيسور تركي اسمه اول اوميت انجاش، وكانوا الاثنين شغالين على مشروع الابادة الجماعية في جامعة امستردام في هولندا. الشاب يا مولانا اداهم مجموعة المقاطع دي على بعضها كده، ولكن برضو المقاطع هنا تظل مجهولة. واحد بزي عسكري بيقتل مدنيين متغميين في مكان مجهول بالنسبة لها. فتقرر انصار مع الدكتور التركي انهم يحولوا هذه المقاطع مجهولة الهوية الى دليل موثق على واحدة من ابشع واشهر المجازر في العصر الحديث. عملت صفحة على فيسبوك باسم انا اس هيتش وانها من حمص ومؤيدة للنظام، وبقت تبعت طلبات صداقة لاي حد كده يبدو ان هو يعني ينتمي لنظام الاسد سواء من قريب او من بعيد. وكان معاها على الارض من سوريا احد المتعاونين اللي شغالين على البحث على الموقع الجغرافي اللي حصل فيه تلك المجازر اللي موجودة في الفيديوهات بالمتاح معاهم من اللقطات، لحد ما تم اخيرا العثور على المكان. فيطلع هو يا مولانا حي التضامن في يوم 16 ابريل 2013 اللي قلناه في اول الحلقة. المقاطع اللي مع انصار والبروفيسور عبارة عن مدنيين سوريين تم تجميعهم من مراكز احتجاز مختلفة وتوصل بيهم الميكروباصات القديمة اللي محملاهم لشارع نسرين اللي اوهموا المحتجزين في ان هم تم اخلاء سبيلهم، ولازم ينزل واحد واحد منهم من الميكروباص يجري في اتجاه معين وهو معصوب العينين كده عشان يعني قال ايه خايفين عليهم من القناص اللي موجود في المنطقة وعاوز يقتلهم. والمعصبة اعينهم يا مولانا ما عندهمش اي خيار تاني بعد التعذيب والجوع وبرد الزنازين وقذرتها غير انهم يسمعوا الكلام فعلا ويفروا من المكان. وحسب كمان تعليمات المجرم اللي كان حافر حفرة كبيرة في نص الشارع في طريقهم، بمجرد ما الشاب من دول يوصل لها ويسقط فيها يطلقوا عليه النار ويجيب اللي بعده من العربية على اساس ان اللي قبله جري ونفد خلاص، وان صوت الرصاص اللي سمعوه ده كان من القناص المتربص اياه. المقطع وثق اعدام 41 انسان ما بين شباب وشيوخ تم رميهم بالرصاص كلهم بنفس الطريقة البشعة دي. ولم يكتفي المجرم وختاما كبوا بنزين على كل الجثث دي واشعلوا فيهم النار في المشهد اللي انت لو ما كانش مر عليك فاحمد ربنا سبحانه وتعالى اللي انت ما شفتوش. وجنود النظام اي نعم كتير وموجودين وبيتابعوا العملية وبيبشروها، ولكن القاتل احنا عاوزين المجرم اللي باشر القتل من هذه المسافة بلا اي رحمة. فتكمل انصار البحث بين اكتر من 500 علاقة تقريبا اونلاين على الفيسبوك، وكل ده والمقاطع معاهم ولم يتم نشرها بعد، لحد ما في مارس من سنة 2021 وهي بتقلب كده في صور اصدقاء الاصدقاء اللي هي اوريدي بتكلمهم، اذ بها تصطدم بهذا الوجه المألوف والمتكرر في المقاطع صاحب السلاح وطاقية الصيد ومنفذ المجزرة. طلع اسمه امجد يوسف، عسكري برتبة مساعد اول ومسؤول عن منطقة
منطقة حي التضامن في فرع دمشق، و6 شهور بقى يا مولانا في علاقة اونلاين وحكاوي القهاوي هتخد، لحد ما وثق فيها اخيرا ووافق ان هو يعمل مكالمة فيديو مع انا وجها لوجه، وعشان يندمج بقى صاحبنا في الكلام ويحكي كل الجرايم بتاعته اللي اتسجلت طبعا فيديو صوت وصورة. ومع دخول سنة 2022 تكون كده القضية اتقفلت معانا واكتملت، في ايدينا الزمان والمكان واسم مرتكب الجريمة واعتراف، وده كله طبعا بجانب الفيديوهات اللي هي اصل القضية. ويختاروا صحيفة الجارديان البريطانية اللي في يوم 27 ابريل من سنة 2022 تنزل بالطامة الكبرى تقرير يا مولانا في جواه فيديو قرب ال7 دقايق للمجزرة وفي كل التفاصيل. المقال عمل ضجة عالمية حرفيا، ضجة خلت حتى امريكا تحط امجد يوسف على قائمة العقوبات الامريكية سنة 2023. وبعيدا عن كده فالفيديو ده نزل سود حياة كل اللي شافوه، مع اننا كلنا كنا عارفين ان ضحايا نظام الاسد فوق 1,000,000 ويزيد، الا ان 41 انسان اللي في الفيديو دول غير. وخد بالك ان المجزرة اصلا طلعت ما تصورتش كلها كمان، لان في التحقيقات بعد كده طلع ان اجمالي ما تم اعدامهم في نفس اليوم ده 288 نفس، ولكن برضو يظلوا دول هم اللي محفورين علشان شفناهم بعينينا. حضور الجريمة ومعاينتها عيش ناس كتير قوي في حالة اكتئاب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. كنت بتصرخ وانت بتتفرج وكأنك بتحذر، بتقول له لا ارجع ما تروح. قال يعني كان حد هيسمعك وانت بتتفرج بعد 9 سنين من استشهادهم والغدر بيهم؟ بس الصورة نقلت الحالة كما هي واشعلت بيها الصدور. ومع اننا على يقين تام ان في جرائم ابشع تم ارتكابها بطرق اكثر اجراما من دي، الا ان الطار بقى عالمي والرغبة في الانتقام من المجرم ده ما بقتش رغبة سورية بس. وكنت بتابع اخباره زيكم كده وعيني عليه، فمرة يقولوا ده في ليبيا ومستخبي في طرابلس، ومرة يقول لك ده في اوروبا وطالب لجوء تحت اسم مستعار. ولكن الاكيد والمؤكد لواحد زي حالاتي انا ومع سقوط النظام ان امجد يوسف بره سوريا كلها بلا ادنى شك. واذا بي عمنا اتلقى خبر القبض عليه يوم الجمعة اللي فات 24 ابريل 2026، يعني بعد 13 سنة و8 ايام بالظبط على المجزرة. ولكن الصدمة انه اتقبض عليه جوه سوريا، فتلاقي الخبر يخبط في وشك بنفس الطريقة اللي سمعت بيها ان القوات سيطرت على حلب من شوية فاتت، ونفس الخطة بتاعت ان القوات اقتحمت صدنايا في شوية تانيين بعدها، اللي هو ما انتش عارف تفرح ولا تخش تتأكد من الخبر الاول ولا ترجع تبص تاني وتتابع تعمل ايه يا سوريا. ما بالراحة يا عم. طلع المجرم كان عايش في قريته، قرية نبع الطيب في سهل الغاب بريف حماه، وكان بيتنقل ما بين شريط الجبال اللي بين اللاذقية وحماه وبين بيته اللي كان ملزق شبابيكه من بره بالاسود علشان محدش يشوفه هو جوه. ولكن يشاء ربك انه يترصد ويتشاف علشان نشوف كلنا نفس الشخص اللي حرق قلوبنا، نشوفه في حياتنا بالمخطط وهو يساق الى العدالة سوقا. المتهم الاول بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق بعام 2013، القبض على المجرم أمجد يوسف. هذا المجرم ارتكب المجازر بحق عشرات السوريين الأبرياء، وهو يقوم بقتل الأبرياء ورميهم في الحفرة، أنه قام بإحراقهم في المكان ذاته. الفيديو واضح كده زي ما حضرتك شفته إنه هو موجه إلى السوريين والاستهلاك المحلي، إلا إنك لما تشوف بعدها الخبر على الواشنطن بوست الأمريكية والتايمز البريطانية بعدها وكبرى الصحف العالمية، هتدرك قد إيه المجرم ده جرح إنسانية الكوكب كله بما كسبت يداه. يا أخي مفيش جمال في الدنيا يضاهي جمال قضية بدأتها وعشت تفاصيلها مع أهلها يوم بيوم، وانت بتشوف نهايتها السعيدة وانت لا حتى سوري ولا عمرك هوبت من الشام. أيوة مولانا، يعني بعد إيه؟ بعد ما بعت دمهم ورحت تشيعت وطيرنت وبعت القضية، مفيش مثال قدامك عزة وكرامة إلا إيران. بتضرب مثال بالصحابة يا أخي ولا فتوحات القادة السنة الشهيرة، ما هم قدامك بقالهم 1400 سنة ما
خدتهمش ليه؟ وبعدين ده انا بضرب لك مثل حي انت شايفه النهارده بعينك وبيحصل حاليا مباشر، واثاره ما زالت عليا وعليك. طب ما انا نفسي نصرف على البحث العلمي زي الصهاينه ما بيصرفوا، او حتى نقلد الشبح الامريكيه او حاملات الطائرات بتاعتهم زي ما الصين قلدوا. فنفس اللي قدموا لك بقى اخويا نفسهم على انهم النخبه وشيروا لك الاغنيه، هيسيبوا ابحاث دول ومعدات دول وهيقول لك اتفرج عاوزنا نبقى يهود ولا شيوعيين. ولكن برضه خد بالك ان في قصه امجد يوسف اللي حكيتها لك دلوقتي الناس مش عاوزه تنتقم منه لكونه علوي يعني، لان العلويين ما زالوا في سوريا وهيظلوا ومش هينفع نرميهم في البحر حضرتك. وخد كمان المفاجاه، الجندي اللي راح له اللابتوب اللي حكيته لك في اول الحكايه وفضح الليله كلها طلع هو كمان جندي علوي ومن طائفه بشار. حتى ان انصار شحود اللي فضحت كل الحكايه اسرتها وعيلتها من المؤيدين بشده لبشار الاسد وخسرتهم من اجل الانسانيه التي تجاوزت الطائفيه وخلتنا نبص على صوره محمد شحاده في الموبايل ايام ما كان اسد في نفس الميكس اللذيذ في نفس الصوره وهو مخزي ومقبوض عليه ومنتظر امر الله، من غير حتى ما نسال مين ده وايه طائفته ايه جروب. ابو محمد تيسير بسحنته اللي عليها غضب ربنا، وانت شايفه هو تحت ايدين اللي ظلمهم ومش قادر يرفع عينه فيهم، وهو ورمان مدريان. ولا عاطف نجيب عدو الغوطتين وابن خالد بشار ورئيس الامن السياسي في درعا وهو قاعد مخطط برضه في القفص، فتضرب كف على كف والصور نازله تنهال عليك باسماء الطغاة واحد ورا التاني، وانت مفيش على بالك غير كلمتين اتنين بس: مبروك واللهم. فاللهم شفاء للصدور كمثل شفاء صدورهم ودائرة يا رب العالمين بالظالمين كما دارت بهم. ودائرة يا رب العالمين بالظالمين كما دارت بهم. وبس كده يا مؤمن، وسلام عليكم. يطلع لك منهج الحقيقة من درب محمد وطريق من قدس زوجه فريق.